حاجات لو بتعملها عمرك ما هتخليك تكون ثروة. في الفيديو ده هتعرف ازاي تبني ثروة حقيقية بخطوات عملية. خليني اقول لك حقيقة محدش بيحب يسمعها. مش كل واحد بيتعب هيعمل فلوس، او كل واحد بيجتهد يعني هيكون ثروة. ومش كل واحد شغال يعني اليوم كله يقول لك انا شغال يا جدع 12 ساعة في اليوم، واللي يقول لك انا شغال 18 ساعة شفتين، واللي يقول لك 14. يعني السباق اللي انت حاطط نفسك فيه كوظيفة او كشغل، صدقني دي اخطر من انك انت بتدفع حياتك لناس مقابل الفتات. وفي ناس بتجري طول عمرها في الدايرة دي. الناس بتفهم ان مش بتفهم اسف ان دي لعبة وسيستم معمول عليك عشان انت تتحط فيه وعمرك ما تختني. اللي حاطين السيستم واللعبة دي او المنظمة دي هم الكبار وعايزين ينجحوا، وانت مش عاوزينك تنجح، مش عاوزينك تطلع لقدام. طيب مين هم الكبار دول؟ طبعا اللي في مناصب عالية جدا، وانا اقصد هنا يعني اللي مش اللي هم يعني معاهم فلوس كتير واخدين الموضوع بيزنس ك هوضحها لك ركز معايا ركز معايا. بص يا صديقي، الكون ده كله هو عبارة عن طبيعة إنثوية. استقبال ازاي؟ بيستقبل منك او بيخليك انت تقبل اشارات وانت تديله رد فعل. يعني القانون ماشي بمبدأ خد وهات. ازاي بقى خد وهات؟ يعني انت تديني مقابل جهدك الكبير وانا اديك مقابل فتات. طيب الفتات دي بقى الحتة بقى النقطة الركيزة هنا اللي هم اللي مقننينها رجال الأعمال والناس أصحاب البيزنس والمشاريع واللي معاهم فلوس كتير. فهنا بيتربحوا من الحتة دي، لأن هم عارفين إن الكون على قد ما أنت بتديله على قد ما هو بيديك، لكن هو مجزأ لك الحتة دي ومقسمها لك. بمعنى إيه؟ يعني كل حاجة ماشية بالمبدأ ده أو بالنظام ده في التجارة. خد صابونة مثلا ب10 جنيه أو ب15 جنيه، آسف ب10 جنيه، تمام. طيب الصابونة دي اتصنعت، هو صنعها ما كلفتوش حاجة، صنع منها كتير جدا وباع. طب هي دخلت عليه قد ايه تكاليف؟ دخلت عليه في حوالي 6-7 جنيه، ولما باعها هو استفاد بال3 جنيه دي، فهو تربح منها. كذلك يا صديقي اوعى تاخد الفكرة وتبلعها، فكرة الوظيفة. ما تصدقش اللي يقولك انت في وظيفة وراجل متعلم وراجل بتلبس وبتروح وبتيجي فانت كده برنس وهتكون غني وهتكون مرتاح ماليا وجسديا ومعاك فلوس وعيشتك مرتاحة وحياتك وأولادك وهتكونوا كويسين وإلى آخره من الفكرة اللي بتتباع، ودي فكرة غلط جدا. بص يا صديقي، الفكرة أو الحب أو المفهوم اللي أنا عاوز أوصله لك إن ده سيستم ولعبة بتتلعب عليك. أنت خليك بقى رجل شاطر وذكي وافهم أنا عايز إيه اللي عايز أوصله لك من الدنيا دي. أولا، لا تبلع أو لا تشتري الفكرة اللي بتباع. ما تحطش في دماغك ان الفكرة دي هي الفكرة اللي هتوصلك لطريق النجاح وهيكون معاك المال الوفير الكتير اللي انت تقدر تحقق بيه احلام. مستحيل، لان انت بتحقق احلام غيرك. الحتة او اللي بيتربح منها او حتة الهامش الربح ال3 جنيه المثال اللي انا ضربته لك هو الحتة المهمة اللي بياخدها منك صاحب الفكرة او صاحب اللي هو باع لك الفكرة اصلا وانت شغال عنده، هو بيديك مقابل الفتات كل شهر. فيا صديقي ما تشتغلش كتير وما تبذلش جهد كتير عشان بس انك فاكر ان الجهد الكتير هو اللي هيديك اللي انت متخيله عند الناس. لا، لو انت بتشتغل جهد كتير وبالانتاج انا طبعا بحييك، لانك انت عارف الخدمة اللي انت بتقدمها له والمتفق عليها، فانت بتنتج اكتر
وكله بيعبي في مصالحك الشخصية، وأنا طبعا بحييك عليها وبقول لك ده مكسبك وبرافو عليك، كمل واسعى انك تعمل مشروع جنبيه، لأن حاول ما تخسرش صحتك يعني قوي، يعني خليه هو اللي هو شغل استثناء يعني كده لغاية ما تحقق حاجة أو مشروع، وبعد كده تبدأ بقى تشوف خدمة ان هي بعيدة عن الجهد وانك انت تهدر صحتك كنوع الخدمة وان انت بتاخد مقابلها فلوس. يا صديقي، اول حاجة واول مبدأ، انت ما تبذلش جهد كتير عند الناس مقابل الفتات. لو هتبذله ابذله في خدمات وانت تحقق منها مكاسب مالية. ده النقطة الاولى او اللي انا عاوز اوصلها لك، ان الجهد الكتير مش بيحقق مال كتير لو انت شغال عند الناس. اول حاجة او يعني حاجة التانية بتمنعك من الغنى، انك دايما مستني المعجزة، مستني وظيفة احسن. مستني وظيفة احسن ليه؟ لما انا فهمتك الحاجات دي، انا ما اعتقدش انك انت تستنى وظيفة احسن ومستني حد يشغلك. ما تستناش حد يشغلك، انت اصنع الفكرة، اصنعها بعقلك، بخيالك، بابداعك، بتفكيرك. عندك اليوتيوب كتير في انك انت تقدر تصنع فكرة رهيبة بابداعك، او السوشيال ميديا عامة تستخدمها لصالحك وتحقق منها مكاسب مالية ضخمة. زي انك انت عندك موهبة الرسم مثلا، انك انت تصور نفسك وتنزل على السوشيال ميديا والناس تسمعك وتتفرج عليك وتحقق منها مكاسب مالية. موهبة الشعر، عندك الفن، حتة الفن دي بتميزك عن الشعراء التانيين، فانت تصور نفسك وانك انت تسجل قصيدة تخص بوجع الناس يعني، والناس تبدأ تسمعك. او تقدم خدمة على السوشيال ميديا، زي انك انت تكون مونتير، تكون بتعمل تصبيب وما الى اخره. صدقني المشاريع كتير والشغل كتير، فما تستناش حد يشغلك. وبرضه نقطة مهمة برضه، ما تستناش الفلوس تيجي مرة واحدة، يعني بلاش حتة النجاح السريع دي، لأنك أنت لو نجحت وبقى معاك فلوس ضخمة في يوم وليلة، ده مش حقيقي. لأن الغنى الحقيقي إنك أنت بتبني ثروة. ركز في كلمة بتبني، يعني بتطلع سلمة واحدة واحدة عن طريق خطوات أنت بتحطها قصاد هدف وبتحقق الهدف. فما فيش فكرة ما فيش حتة إنك أنت تنجح في يوم وليلة دي، لأنك هيتنصب عليك وهتتعرض لمواقف لحاجات زي كده كتير يعني. أنا مريت بالتجارب دي، بس أنا جاي لك على طبق من ذهب أو طبق من فضة أو زي ما بتقول كده، وبدالك وبقول لك خلي بالك يا صديقي، لأن مفيش نجاح سريع وبين يوم وليلة. والغنى يعني ما هواش ضربة حظ، يعني مش لا، الغنى هو نتيجة قرارات صغيرة صح وخطوات عملية اتعملت كتير وحققت الهدف والنتيجة وانت مبسوط، وحتة الدوبامين دي ضربت في دماغك ومتكيف عليها ومبسوط وبتكمل. لكن فكرة انك انت تغنى من يوم وليلة، لا، مستحيل، يعني مش موجودة في قاموسنا او في قاموس الحياة، الا اذا شفت انك انت هتلاقي ان الناس اتعرضت لنصب كتير. انا هنا وصلت لك نقطة مهمة في المثال اللي وضحته لك. اشتغل وانتج لنفسك، اعمل خدمات. الخدمة انت بتعمل 1 و2 و3، لكن تشتغل عدد ساعات انت بتضيع عمرك، مش هتكون ثروة. خليك فاهم اللعبة دي والنقطة دي يا صديقي، اللي انا عاوز افهمها لك، لان دي حتة خطيرة جدا، مهمة جدا، ناس كتير مش بتاخد بالها منها. ما تكونش عبد للمرتب يعني وتضيع مقابلها حياتك وعمرك. انك شايف الغنى شخص شرير. لو جواك فكرة الفلوس وحشة والأغنياء حرامية، تبقى عبيط. وعلى ما أظن إن الزمن علمك، يعني أكيد فهمت الدنيا يعني، وخصوص الاقتصاد والظروف الوحشة اللي ناس كتيرة مرت بيها. دي حاجة رسالة بتعرفك إن الغنى مش حرام، وإن الأفكار دي كانت برضو بتتباع لك يعني من تجار الدين. يقول لك المال هو أصل كل الشرور، وهو انك انت يعني لا، هو المال اصل كل الشرور في حالة واحدة، لو انت استخدمته في الفجر، في انك انت مشيت في الضياع، ما استخدمتوش في الحكمة، ما قلتش يا رب النعمة الكتيرة معايا، وانت اولا علمني الحكمة اني استخدمها واتاجر بيها واتربح واعمل بيها عمل خير
عشان دي من يدك انت مصدر الخير كله، مش انا اللي بخلق، انت يا رب الخلاق ومخليني انا سبب. فعشان كده يا صديقي ما تصدقش فكرة ان الاغنياء حرامية والفلوس وحشة والكلام ده. الفلوس نعمة كبيرة جدا، لان من يد ربنا، من يدك يا رب اعطيناك. عمرك ما هتبقى واحد من الاغنياء، صدقني لو انت قعدت تبلع فكرة ان الاغنياء حرامية ووحشين والكلام ده كله، لان عقلك هيقاوم اي فرصة تخليك تكون ثروة. الجزء التاني يا صديقي اللي هنبدأ بقى نفهم يعني حاجات لو بتعملها عمرك ما هتخليك تكون ثروة. خلينا بقى نخش على الخط الأحمر عشان نبدأ نفهم موضوعنا. خلينا أفهمك إنك أول ما بتكون في إيديك فلوس بعد ما بتعملها، يعني لما بتحقق خدمات أو مكاسب يعني أنت حققتها من المشاريع، اعرف انت فلوسك بتصرفها فين. حاجات لو بتعملها عمرك ما هتكون الثروة. زي عندك الخروجات، تخرج تصرف كتير، تضيع، تتدلع، تعمل. طب ما كل ده لو انت استبدلته مقابل انك انت تحقق هامش ربح من المشاريع هتكسب وهتعدي. هنا الفرق بيحدث او بيحصل. يعني عندك واحد يقولك انا هجيب موبايل ب10,000 جنيه او ب20,000 جنيه. يا جدع ده انا جبت ايفون ب100,000 جنيه. طب انت يعني 100,000 جنيه كنت تقدر تستثمرها في الذهب، في الفضة، وتزيد معاك وتكسب وتضارب وتخش في صفقات وتنجح وتعيد الدايرة وتخش وتنجح وتكسب وتحقق مبالغ مالية رهيبة وضخمة، وانت تكون انت اللي شغال وبتدي العالم على قفاه زي ما بيقولوا، مش انت اللي بتتسكع على قفاك من حتة الناس بتستثمر والغلا اللي بيحصل والدنيا اللي دايرة. لا، خليك انت اللي بتدي العالم على قفاه من ناحية الاستثمار في المعادن. شوف امريكا النهاردة بتعمل ايه عشان تحصل على المعادن دي، عايزة تدي العالم على قفاه. شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الناس رايحة فين وجاية منين. شوف عشان هي دولة قوية عايزة تحقق مكاسب مالية ضخمة. شوف الصين بتكون الثروة من المعادن ازاي. كل ده على حساب العالم اللي هو العالم الضعيف، اللي هو انا وانت والدول اللي مش واعيه ومش فاهمه، والناس اللي مش فاهمه، والشعب اللي مش فاهم. كل الناس دي بتاخد على قفاها لما مش بتستثمر فلوسها، بتضيعها في الموبايلات، الخروجات، اللبس، القروض، الحاجات اللي بتبهدلك. وفي نقطة مهمة برضه عايز افهمها لك، يعني حتة الكارد لو انت مش بتستخدمه لصالحك تحقق منه مكاسب مالية، انت كده عبيط. انا اسف في الكلمة، انت في منظومة، في السيستم اللي العالم بنيه. فاوعى يا صديقي تخش في حتة الكارد دي طول ما انت مش واخد الكارد تفتحه بمشروع او تستثمر بيه، لانك انت تحت الحكم او الدايرة او السيستم ومحطوط عليك، اسف، تاخد على قفاك. لكن لو انت بتدي العالم على قفاك، لو انت راجل حريف، وانا هنا بدعوك لو انت هتسحب كارد بسبب كده، لكن ما تسحبش كارد وتقول انا اسحب كارد واتدلع واتفسح او هجيبه يا جدع، هبديبه البيت يا جدع، هبديبه الدور، هبديبه مش عارف ايه. ماشي بديبه لو انت هتبدا عقار يعني وتتاجر وتستثمر، لكن هتشغل الفلوس دي الكارد يعني في حاجه استهلاكيه، انا اسف انت هتبقى عبيط. متاسف في الكلمه، يعني انا مش بقصد ان انا بشتمك، ولكن انت بتشبه نفسك بالناس الجاهله، الناس اللي مش فاهمه. لكن على ما اظن انت راجل واعي، راجل بتفهم، راجل واخد بالك من اموالك، وانك انت ما تهدرش طاقتك الماليه. كل جنيه بيتحط حطه في تعليم، استثمر في نفسك، في مهاره، في مشروع. ما تضيعش الحاجات دي في تفاهات يعني. تاني خطوه يا صديقي ودي مهمه جدا، اوعى ما يكونش عندك مصدر دخل تاني. لو دخلك واحد بس حط كده علامه يساوي خطر، اي مشكله بتساوي صفر. الاغنياء بيفكروا كده، ازاي اخلي الفلوس تيجي من اكتر مكان. وتضيع وقتك في السوشيال ميديا بلا هدف، جدالات، متابعة ناس فاضية. كل ده بيهدر طاقة الوقت بتاعتك. الوقت يساوي راس مال، خلينا متفقين ان الوقت بيساوي راس مال، وانت بتصرفه ببلاش. فخد بالك من النقطة دي يا صديقي، ما تضيعش وقتك في التفاهات وفي السوشيال ميديا وفي الجدالات، لان الوقت بيساوي راس المال. راس المال انا قلت لك في النقطة اللي قبليها، ما تخليش الفلوس تروح مقابل الوقت.
اسف، ما خليش الوقت انك انت تقبض مرتب كل شهر وهو يضحك عليك وياخد منك وقتك يساوي راس مالك، فانت ما تصرفوش ببلاش يعني. حاول تستثمر وقتك في التعليم، تعلم مهارة، تعلم فن، تعلم تقدم خدمة، مصمم جرافيك، مونتير، فالوقت بيساوي فلوس يا صديقي. بتخاف تبدأ، أخطر كلمة. لما أبقى جاهز هعمل كذا. مفيش جاهزية، فيه بداية بعدها تصليح، لكن عمرك ما هتكون في الطريق الصحيح طول ما انت بتقول لما احط رجلي على اول الطريق. اول الطريق هو اول وافضل وقت تبدأ فيه هو الساعة اللي انت بتسمعني منها دي، الساعة اللي انت فيها حاليا، والوقت اللي انت بتشاهد فيه البودكاست ده. خلينا نعرف الحل. افصل بين الدخل والثروة. الدخل اللي بيساوي فلوس داخلة، الثروة بتساوي حاجة بتكسب وانت نايم. لازم تحول الدخل لأصول، ويعني مش أي مهارة. مهارة مثلا الناس بتدفع فيها ينفع اشتغل يعني. لازم تتعلم مهارة تكون مطلوبة، الناس تدفع فيها فلوس، اشتغل بيها اونلاين، زي التجارة الإلكترونية، تسويق، المونتاج، البرمجة، صناعة المحتوى، بيع اونلاين. كل الحاجات دي خدمات يعني. ويا صديقي، لو بقى جميل بقى وسمعت النصيحة اللي ونفذتها، لما تعمل دخل جانبي صغير، مش مستني مليون. ابدأ بال1000 جنيه، مش مستني المليون جنيه يعني انت تبدأ بيها. ابدأ بال1000 جنيه، ابدأ بمشاريع صغيرة، ابدأ بال3000 ب5000 جنيه اللي انت محوشها بقالك سنين بقى يعني. كل ما تبدأ بالحاجات دي هتسعف معاك انك انت تحقق مكاسب مالية ضخمة. الخطوة الرابعة يا صديقي، عشان ما اطولش عليك، استثمر في الأصول، في الذهب، لا زي مثلا الفضة، انك انت مثلا تفتح مشروع او تفتح متجر الكتروني، تعمل محتوى. الأصول يساوي حاجة تجيب فلوس بعد ما تخلص الشغل او الانتاج بتاعها. يا صديقي، غير دايرتك، ما تسمعش للأفكار اللي بتتباع لك، كل الحاجات دي بتدمرك. اسمع بقى، خليني أكون صريح معاك، الغنى مش سهل صدقني. احنا بنبني خطوات، بنطلع سلمة عشان نحقق مكاسب مالية ضخمة. والفقر أصعب شيء في الدنيا، والإحساس بتاعه وحش قوي. الندم أصعب، والفقر أصعب، والإحساس أصعب، والغنى مش سهل. فأنت شوف عايز تمشي في الطريق ايه. الغنى صعب، والفقر صعب، والندم أصعب من الاتنين. فأنت اختار طريق وامشي فيه. طبعا طريق الغنى طالما حقق فلوس. لو فضلت تشتكي، تأجل، تخاف، بعد 10 سنين هتقول يا ريتني بدأت بدري. ابدأ دلوقتي حتى وانت خايف. لو البودكاست ده لبس حاجة جواك، سجله، اسمعه تاني، ابعته لحد محتاجه. ولو حابب اعمل لك جزء تاني فقول لي في الكومنتات، وعرفنا عن الدخل الاونلاين او ازاي نبني ثروات ونحقق مشاريع ونحقق مكاسب مالية ضخمة من التجارة، ومن ازاي اخرج من المنظومة والسيستم اللي العالم ماشي عليه. انا بتمنى لك كل الخير يا صديقي، انت زي اخويا، وانا بحبك انك تكون في مقدمة وتكون في التطوير او مطور ذاتك وبتنمو بحياتك الشخصية.